ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عمرك شفت حد كان طبيعي بيضحك وبيشتغل وبيحلم وفجأة تلاقيه اتغير؟ عينه باهتة وروحه تقيلة وحياته بتقع واحدة واحدة. النهاردة مش هتكلم عن مخدر ولا عن اسم مادة. النهاردة هتكلم عن إنسان دخل معركة معرفش يطلع لوحده. حلقة النهاردة عن إدمان المخدرات، الحقيقة اللي محدش بيحب يسمعها. قبل ما نبدأ، لو الفيديو ده وصلك ياريت ما تسيبهوش يعدي، اعمل لايك واشترك في القناة عشان المحتوى ده يوصل لناس ممكن تكون محتاجة تسمعه دلوقتي. يعني ايه إدمان؟ خليني اقولها ببساطة. الإدمان مش أول مرة ولا تاني مرة ولا حتى 10 مرة. الإدمان انك تبقى محتاج الحاجة دي عشان تعرف تقوم من السرير، عشان تعرف تضحك، عشان تعرف تهرب من نفسك. الإدمان مش ضعف شخصية، الإدمان وجع متساب لوحده. ليه الناس بتقع في الإدمان؟ مش كل مدمن بدأ عشان عايز فيه. اللي بدأ عشان كان مكسور، كان مكتئب، كان متساب، كان مضغوط، أو حتى بيجرب عشان ينسى شوية. مرة على مرة النسيان بقى سجن، والسجن بقى حياة. أكتر مدمنين شفتهم كانوا ناس طيبين، بس محدش سمعهم، محدش حضنهم، محدش قالهم أنا جنبك. احنا مجتمع بيعرف يحكم بس مش بيعرف يعالج. أول ما نعرف إن فلان مدمن، ده ضاع، ده فاشل، ده ملوش أمل، بس محدش بيسأل ليه ولا ازاي نطلعه. وأسوأ حاجة إن المدمن نفسه بيصدق الكلام ده ويبدأ يكره نفسه ويستسلم أكتر. الإدمان مش بس بيضيع صحة، الإدمان بيكسر الثقة، بيضيع علاقات، بيقتل أحلام، بيخلي الإنسان يحس إنه ملوش قيمة. وأخطر حاجة إن المدمن أوقات كتير بيبقى عارف كل ده بس مش قادر يقف. خلينا أكون واضحة، الإدمان له علاج، بس العلاج مش كلمة، العلاج قرار ومساندة وصبر. أصعب خطوة إنك تقول أنا محتاج مساعدة، بس دي أقوى خطوة. الدكتور مش عدو والمصحة مش سجن، دي فرصة حياة جديدة. مدمن لوحده بيساوي خطر، مدمن مع حد بيسانده بيساوي أمل. لو عندك حد مدمن اسمعه، متكسرهوش، متفضحوش، شجعه يتعالج. استبدل الإدمان برياضة، بشغل، بتعلم حاجة جديدة. قرب من ربنا، أي حاجة ترجعلك إحساس إنك حي. لو انت بتسمعني دلوقتي وحاسس انك غرقان، عايزة اقولك انت مش وحش، انت مش ضعيف، وانت مش نهاية الطريق. انت في معركة وممكن تكسب، بس ما تحاربش لوحدك. لو الكلام ده لمسك او فكرك بحد، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتشارك الفيديو، يمكن تكون سبب ان حد يبتدي رحلة العلاج. خلي بالك، اصعب ادمان مش المخدرات، اصعب ادمان انك تحس ان مفيش امل وانك لوحدك. طول ما لسه في نفس، في فرصة. مع السلامة.